ما انا هكذا تستشوفي بالكم كنز الصوالح ما يخلصوش من الدنيا، الشماطه ودقيوش، الانتقام اليوم يا جدك، الانتقام يا خويا يا خويا. لكن اليوم في الجزائر الجديده، الجزائر ان شاء الله اللي راح نشاركوا كامل باش نبنوها، وكذلك أعيد هذه المرة الثانية في تدخلات السيد رئيس الجمهورية وحتى في برنامج الحكومة والاستراتيجية الموضوعة لأول مرة نقولها، لأني مثل ما يعلم الجميع منكم علينا الويلات لمدة سنوات. اليوم الحمد لله في الجزائر الجديدة راه وزير من الشعب، يعني ولد الشعب من الشعب، وراني وزير اليوم. اجلس. نعم. جوز جدو الماكينة تشوف كي بيدك. على حساب الماكينة راه يكذب. يا قر. اهضري واحد الشاموت يقر. دعم الاستمرارية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان موضوع اجتماع الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سجيا مع رؤساء مكاتب الولايات والأعضاء المنخرطين، ذلك بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين بنيان. وكجي. لماذا قمنا بالثورة؟ أنا لا أعلم لماذا قمنا بالثورة. أنا يعني حتى نكونوا نضربوا ونكونوا سارقين، يعني سنتين الوراء ولا 3 سنوات كان اسم الشاب مقرون دائما مقرون بالانتخابات ولا مقرون بالأحزاب ولا. أما اليوم اسم الشباب إذا سمعنا كلمة شاب مقرون مباشرة ببناء اقتصاد قوي. ما بقاش الجزائر اللي عرفناها كامل، وهذاك المسؤول اللي عرفناه سابقا انه هو الامر الناهي، هو اللي يعرف كل شيء. لا. من جهتها قدم رؤساء المكاتب للولايات دعمهم بدعوة لفخامة الرئيس إلى بناء جبهة شعبية قوية للحفاظ على استقرار الجزائر وبالنهوض الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. توجه الكونفدرالية راهي داعمة للسيد فخامة رئيس الجمهورية، وأنا سمعتوني واش تحدثت الداخل. ما كانش من غير الممكن اليوم زوج يتخالفوا في ظل الأوضاع اللي رانا نشوفوا فيها. فاتوا أحزاب عتيدة وأيدت ترشح السيد فخامة رئيس الجمهورية. حتى اليوم حنا رانا متعاملين اقتصاديين، حنا ما عندنا حتى مشكل، حنا نتمناو تكون فيه استمرارية، لأنه اليوم القوانين وترسانة القوانين اللي صادق عليها السيد فخامة رئيس الجمهورية تخدم. أنا نتكلم عن المؤسسات المصغرة، تخدم المؤسسات المصغرة بالدرجة الأولى، خاصة اللي مستفادة من الأونساج وكناك وأونجام. نعم شاموتي، أنا قلت لك هذا الدر هذا تاع اليوم ما نأمنهمش معايا. لكن كي نقولوا الجزائر الجديدة، الجزائر الجديدة كل واحد يدي حقه، يعني في على الجهتين. سلال دعا أيضا كل المؤسسات العمومية والخاصة إلى تبني سياسة أكثر جرأة في مجال التصدير، وأن تكون هذه السنة سنة للتصدير ليسلم بعدها عقود الامتياز لعدد من المستفيدين. مغيوش راك تشوف هذا الكاس، اضربني لين ترتقني محينك، كرهت منكم.